وفي 8 أبريل عام 1970 أغارت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم على مدرسة أطفال بحر البقر الابتدائية بمنطقة الصالحية شرقي الدلتا، وأسفرت هذه الغارة الوحشية عن مصرع 31 طفلا وإصابة 26 آخرين من أطفال المدرسة. وقد أحدثت الغارتان الوحشيتان رد فعل عميقا لدى الرأي العام العالمي، وانكشفت أمام العالم حقيقة التخطيط العسكري الإسرائيلي. في يناير الماضي تعرضنا لغارات إسرائيلية في العمق، في المعادي، في حلوان، في أبو زعبل، في الخنك، في مناطق كثيرة متعددة، في هاك ستيب. وكنا نسمع كل يوم التهديدات الإسرائيلية التي تقول إنهم أرادوا أن يقنعوا القوات المسلحة المصرية بأن إسرائيل قادرة على كل شيء، وأغاروا على القوات المسلحة بآلاف الأطنان من المفرقعات ومن قنابل الطائرات. ولكن القوات المسلحة لم تقتنع بأن إسرائيل قادرة على أن تفعل كل شيء. القوات المسلحة لم تطلب التسليم، فقالوا بعد هذا في تصريحات علنية نشرت في جميع أنحاء العالم: إذا كانت القوات المسلحة لم تقتنع فإننا على استعداد لأن نقنع الشعب ألا فائدة من الصمود وألا فائدة من القتال. وعلى هذا الأساس بدأت الخطة الاستراتيجية الإسرائيلية في ضرب العمق وضرب المصانع، كما ضربوا مصنع أبو زعبل، والاعتذار بعد هذا بأن ده كان غلط، ثم ضرب مدارس الأطفال زي ما ضربوا مدرسة بحر البقر، وقالوا بعد كده إن الأمر إن الموضوع بهذا الشكل لم يكن موضوع مقصود.